هي مش بس آلة، إنما غرض بيبقى طول العمر، وبيغطي أجمل لحظات الفرح بيبقوا ذكريات للأبد. بس كمان بيغطي حروب، دمار، وجع ودموع، ويلي بيحملها بشخص حاله بالمجنون، وجنونه بيترك أثر بكل إنسان. مثل ما نبيل إسماعيل عم يترك أثر فينا. نبيل إسماعيل بلا القاب وبلا اسم، عرفنا عن حالك. مواطن عادي بحب السلام، بيكره العنف. علاقته مع الناس بتحددها الإنسانية، لا دين ولا هوية ولا طائفة ولا مذهب ولا حدود. هذا هو النبي إسماعيل، إنسان بسيط يبحث عن السلام الداخلي والسلام العام. بحب كل الناس، بحب فيروز، بحب الموسيقى، بحب الفن، بحب التصوير، وبحب البشر يكونوا طبيعيين. السلام أحلى لغة للعالم. هاي أنا. وهودا شو؟ هدول المجنين اللي أخذونا على الجنون. هاي أنا بسميها المجنونة، لأنه بتاخدك على أمكنة الناس ما بتروح عليها. هي بتاخدك خاصة بالحروب وحتى بالسلم. وكيف بلشت مسيرتك بالجنون؟ بجنون أنا كل شي بعرفه عن حالي إنه كنت بالعشر سنين 12 سنة صمت خرجيتي لصاروا 10 ليرات، ورحت على شركة الكوداك اشتريت كاميرا. نعم. والفيلم يبقى عريض 6:9 بسموه، ومغلف بورق. بس اسمع من المحيطين حولي انه حمضنا الفيلم، زهرنا الفيلم، ركبت فكرة التحميض حامض من الحامض. بيوم هيك بدأت مسيرتي. بيوم صورت رفقاتي بالحي وطلعت على البيت، فت على الحمام لأنه أمي كل النهار بالمطبخ مع إخواتي، الحمام فاضي. البانيو جبت صحن حطيته مي، عصرت حامض، وفتحت الكاميرا بالضوء، شلت الورق، طلع النيجاتيف، حطيته، صرت شوي هيك مرقوا بالمي بالحامض، غطيته بصحن تاني، حطيت الكاميرا بالخزانة ونزلت العب فوتبول. بعد ساعة وشوي طلعت شلت، بعده أسود، قلنا حطه. بعد ساعة كمان أسود. وقفت صبنت، قلت أنا بسمع أمي بتقول إنه مع الحمص تيستوي الحمص بتحط كربونات. رحنا جبنا كربونات وحطيناهم بالصحن. أحلى طبخة. ايه، وقعدنا ما طلع شيء. بعدين شانا فيلم تاني، رحنا على استوديو أرمني اسمه نرساس، قلنا له هيك، صار يضحك علي. ايه انت أهبل، هذا ما بيعمل، هذا كذا. بعدين اكتشفت انه في 5 مواد كيماوية ولازم يكون في دارك روم ولازم كذا. مع الوقت تطورنا وصرنا تضحك على حالي بالحامض والكربونات، لكنها كانت فكرة بدائية جاية من كلمة حامض وتحميض. هيك بدأت. وشو أول شي صورته؟ وقت بدأت الحرب الأهلية كنت أنا بأول شبابي يعني، وما كانت ببدايتها بأول أشهر من الحرب الأهلية كانت بيعني لي شيء. كان عندي كاميرا، نعم، زتتها بالبيت، وقت فراغي صور فيها. فصهري بكون جارنا بيعرف هالحب للتصوير، لكني أنا مصور أقل من هاوي. واحد يمكن بعد ما صرت حتى مبتدئ، بس مجرد هواية أنا ما إلي علاقة فيها، أنا اكتشفتها فيي. يعني مش إنه أنا كنت عم بشتغل مهام تانية وشفت مصور أعجبت بشكله قلت بدي أعمل مصور. لا، أنا اكتشفتها فيي. يعني هي أخدتني على هذا المشوار، مش أنا، مش بقراري. فإجا سهري قال لي إنه في جريدة النداء بدون مصور، بكرة لاقيني تأخدك لهونيك. من دون ما أفكر، من دون أي تردد، مشيت مثل واحد مخدر ومش. بتنا على الجريدة، كان في مصور كمان اسمه نرساس هونيك. أهلا وسهلا، رحب فيه، قعدني بالغرفة العتب.
الدارك روم. كانت هذه أول مرة فوت على الدارك روم. فأجا قال لي ما تفتح هيدا، ما تضوي ضوء، بتحرق أفلام. تذكرت أنا قصة الحامض وكذا. سكتت. ظهر هو في بردية سوداء، فتحها وظهر من الباب وراح. استمر ساعة وأنا قاعد بالعتم. خفت كتير، بدي أظهر ما أظهر. خفت. هون وعيت أنه أنا شو جابني على هون وليش وكيف. إيه بعد ساعة بيتضوى الضوء، بتفتح البردية السوداء، بقول لي أنت بصير مصور. قلت له أنا بصير مصور؟ شو مصور؟ قال لي أنت بصير مصور لأنه غيرك إجا بعد 5 دقايق ترك غرفة سوداء فل، أنت قعدت. انت قعدت عم تفكر. أنا قعدت خوفان، ما عندي تفكير ولا قدرة أني ضوي افتح واظهر. كلمته انه اوعى الضوء بتحرق الافلام، هذه ارعبتني. يعني مش بقراري انا، يعني كل لحديث هذه اللحظة كانت الاشياء بتصير مش بقراري انا، لانه انا مش بمستوى فكري قرر ولا طالع هيك. من هون بدأت رحلتي، رحلة العذاب، الى حين بدأت اكمش الالف ب تعول المهنة. فاذا انا ما تخرجت من معهد تصوير ولا رحت درست بالجامعة تصوير. موهبة. مش موهبة، ما بسميه القدر، الظروف، طريق الصدفة. الحياة ودتك. في شيء شاءت الظروف انه تزتني بهذا المعترك، وطلعت انا بعد فترة اكتشفت حالي انه انا ما بعرف اشتغل شيء الا هاي اللي كتبت لإلي، يعني اللي اسمها المجنونة. أيوة. شو أول شي صورته بالجريدة؟ كانت الحرب الأهلية؟ كان صار 6 أشهر مبلش الحرب الأهلية، زتوني بالحرب الأهلية، رحت على الجبهة. رئيس التحرير والمحررين معتبرين أنه هن حصلوا على مصور عنده خبرة، صحيح صغير بالعمر بس أنه عنده خبرة وشجاع. هدول ما كانوا موجودين فيه بصدق، أبدا ما كانوا موجودين فيه. كنت الإنسان اللي بيخاف، الإنسان اللي بموت رعبة، اللي بيخاف من السلاح، اللي راح يتعرف على ناس ما انهم بحياتي. شو بحياتي أنا؟ أستاذ وطبشور ولوح وتلاميذ وأوتوكار وسيارة. وقلت لك أكثر مشوار كان أنه روح جيب خبزة فرنجي من الفرن وتعا. عرفتي؟ وأحلى مشوار كان على السينما نهار الأحد. فجأة هاي الكاميرا غيرت لي كل حياتي، أخذتني على محل لازم يكون فيه ذئب، لازم أتعرف على حقيقة الحياة. خارج هذه الكاميرا بالنسبة إلي كانت حياة يمكن مموهة، يمكن مش هاي الحياة الحقيقية، أو يمكن جزء منها، مين بيعرف. في كل شيء بالدنيا. بحرب الأهلية تحديداً، شو في مشاهد بعدها لليوم بتتكرر براسك؟ تكون صادق معك، هيدي المشاهد ما بعتز فيها طبعا. جربت الغيها من حياتي رغم اقتناعي ان العنف، يعني خليني اوضح لك، ببداية حياتي كان بعقلي أن هذا البلد هو بلد فريد من نوعه، بلد التنوع، بلد الجمال، بلد الحرية، بلد فيروز والرحابنة، بلد الفن. سويسرا الشرق، شارع الحمراء اللي كان ينافس شانزليزيه بالإضاءة، الناس اللي كانت تحب بعضها. يعني أنا يبقى جارنا بضيعتي اسمه ميشيل، ما أعرف أنه ميشيل يعني مسيحي، ما كان في هاللغة. نعم. كنا أولاد الضيع. يعني أنا مثلا بتذكر عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد السيدة، هيدول الأعياد الثلاثة اللي كنا ننبسط فيهم من دون ما يكون في اللغة الطائفية. ما كانت موجودة، ما عرفتي، ما كانت، ما بيعني لي الأمر. كان بيعني لي أنا بطفولتي
مسلسل أبو سليم الطبل، مسلسل أبو ملحم، عرفتي إنه مين أحلى، صباحة وفيروز. هذا النقاشات كانت تتم بالبيوت، إنه والله أبو سليم حكي اللي صنيفي ليه من نمثل. كانت هيدي اللغة اللي أنا عشت فيها. فجأة بواسطة الكاميرا رحت على محل تاني، بلشت اسمع مسيحي مسلم، بلشت اسمع رصاص، بلشت شوف الأسلحة، بلشت شوف متيريس رمل، كنت شوف فوتبول، كنا نروح نحضر فوتبول، كنا كل شيء. تغيرت حياة الواحد. في ناس كتير بقيوا مثلي على فيروز وصباح نعم. وأبو سليم، ما شافوا الحرب. أنا بواسطة الكاميرا شفتها. مشان هيك قلت لك هذه عابرة. الكاميرا عابرة للحدود، عابرة للطوائف، ما عندها هوية الكاميرا. كيف؟ مزبوط. أي انرفع عليك سلاح بالحرب؟ أكيد. واعتقلت وانضربت وتم الشك فيي وأخذت للتحقيق كتير شغلات. يعني أول مرة اعتقل ب آب أو تموز، كان على الكارنتينا في حريق وما كنت أملك سيارة، كنت رحت مشي. نزلت على وسط بيروت القديم ورحت من هونيك على الصيفة على الكارنتينا. هلأ أنا ورايح عم شوف مسلحين. صورت الحريق وجيت بناء لأمر مدير تحريري. أنا وراجع وقفوني، كان عناصر من حزب الكتائب أخذوني. كانت هذه أول مرة أعتقل فيها، وبشوف الكتائب قد ما بجريدة اسمع، أول مرة بشوف الكتائب مقاتلين من الكتائب. أخذوني على المركز الرئيسي لبيت الصيفي، إنه كمشنا صحافي مصور. هونيك تعرفت على اكتشفت اللي هلأ هو نائب المحررين جوزيف الصيفي، كان هو محرر بجريدة العمل. زميلنا شو عم بتساوي؟ لأنه كنت قبل شايفه بمجلس النواب. شو عم بتساوي؟ قلت له وقفوني شباب عم صور. قالوا لك شو مجنانين عندك بالجريدة؟ مجانين يبعتوك؟ ما شايفين الطرقات مسكرة؟ وأنا قلت لك يعني لحد هذه اللحظة إنسان مخدر، بعدني عم بعيش بخوفي، ما قادر ولا أملك الشجاعة أني أعترض على شيء ولا يعني. استسلمت للظروف اللي عم تاخدني. هونيك أتعرف على الوزير ميشيل سماحة، كان مسؤول الطلاب بحزب الكتائب. أخذني من إيدي وبعت حدا معي، أنقذوني وصلوني على بناية الريفولي. من هونيك جيت. كانت هذه أول اعتقال وأنا ولد، بعدني ولد. والاعتقالات الباقيين؟ كتير مش شوي. يعني اللي عنيناه بالحرب نحن المصورين هو دائما التهمة موجودة إليك مش للآخرين. يعني حتى هذه اللحظة تصور اليوم بعالم التليفونات، بتروحي على محل، نعم، بيكون في عشرات من الناس عم بتصور بالتليفون. المسؤولين عن الحماية أو الأمن أو شيء ما عدا بتعطى معهم، بس يشوفوا كاميرا ستوب. بعدها بتخوف. عرفتي كيف؟ بروح أنا على محل بدي أصور مثلا، لا أبدا، تليفونات. بهداك الوقت الكاميرا كانت بتخوف، بس يشوفوك جاسوس أو عميل. إذا لقطتي بالغربية أنت جاسوس للكتائب للقوات أو للأحرار، وإذا لقطتي بالشرقية أنت جاسوس للفلسطينية أو للطرف الثاني. يعني عرفتي؟ مشان هيك بعدها بتخوف. في شي لحظة من اللحظات قلت راح نبيل بالحرب الأهلية؟ كل لحظات. واللي بيقلك إنه هو قبضاي بكون عم بيكسب. يعني حتى مصور وما كنت محمي؟ لا أبدا منك محمية بشي نهائيا. ولا حماية، بالعكس كانت هويتك تقتلك. بس انت صار عندك واسمك يقتلك، هويتك تقتلك، مذهبك يقتلك، طائفتك تقتلك، اسمك يقتلك. كان بالحرب الأهلية. قلت لك لبنان واحة
من السلام والحرية والانفتاح والفريد من نوع بالشرق الأوسط بتنوع الأطياف تبعيته. ما بعرف ليش نحن، مش أنا يعني، المسؤولين، ليش رحنا على العنف؟ هذا شعب كان عايش بسلام، مين أخذنا؟ مش أنا بدي أعرف. رحنا على العنف، للأسف دمرنا بلدنا. أنا وعيد بمنطقة قريبة من بيتي اسمها منطقة مار الياس. بوعى إنه 50 ل60 ل70% من منطقة المصيد بمار الياس يسكنها مسيحيين. يمكن 10 أو 20% كانوا بيرتي، وباقي كل المنطقة كانت مسيحية. طيب اليوم خلصنا الحرب سنة 90 وأعلنا وقف إطلاق النار وسامحنا الكل. ليش بعدنا ما رجعنا لقواعدنا؟ ليه؟ ما نحن شعب بزتي بيجي واقف، صح؟ ليش بعد العنف؟ ليش بعدنا مختلفين؟ بلد صغير، منحب الحرية، منحب الفن. اختلفنا وقت ما عدنا نحبه للبنان. هذا بلد ما في منه بالعالم، ما عم نعرف قيمته، صدقيني. يعني أنا بس شفت القتل والدمار وخط التماس وشفت شو عم بيصير. يعني أنا دائما بقول سنة 1978 بما أني كنت بالغربية واشتغل بالجرايد اليسارية، هون أنا كنت تركت النداء ورحت على جرايد تانية كمان لليسار. فأنا تأثرت، يعني جاي واحد من بيته رو خام، طيب بدي أتأثر. أكيد. وإذا بقلك أنه لا والله بقيت أنا حكي بطاطا هذا، لا، تأثرت بالجو اللي كان حولي. وركب براسي أنه الفلسطينيين بحبوا لبنان وهن ضد الكتائب. عرفتي كيف؟ وركب براسي كل الشعارات اللي كان يطرحها اليسار، مثل ما زملائي بالمنطقة الشرقية ركب براسهم الشعارات، لأنه نتأثر فيها. ما حدا منا قوي أنه ما يتأثر، خاصة اللي بعمري كنا وقتها، غير هلأ كنا كلنا عايشين بالخديعة. فأنا واقف على المتحف عم صور الناس عم بتروح بتجي. كان ذلك الساعة 11 أو 12، مهم قبل الظهر، لأنه بهداك الوقت كنت عم فكر أنه أنا ليش ما بلبس برنيطة شمس قوية. بلاقي القائد الفلسطيني أبو حسن سلامة وصلته سيارة على المتحف، نزل قطع الحاجز، كريم بكردوني وحدا من بيت أبو شرف ناطرينه هونيك، طلع بالسيارة وراح. بهذه اللحظات أنا أصبت بالصدمة، وأنا صورت جيت على الجريدة عم قل لهم هيك صار. قال إيه، ما هو منسق بين كذا، وصار يبرروا. بس أنا براسي لم يكن بهداك الوقت أي مبرر لهذه الصورة سوى أنه أنا الصدمة قتلتني قتل. كيف على بعد 20 متر عم بيقوصوا بعضهم؟ من هون بلشت اكتشف أنا ولو بشكل بسيط وبطيء أننا ذاهبون أو نعيش خديعة. حدا عيشنا فيها، حدا ضحك على الشعب اللبناني اللي قلت لك وعينا على أنه زدته بالجوائف، حرب علينا ولعب عليهم، ونحن أخبي رحنا على حرب، دمرنا بلدنا، دمرنا فرصة العيش العظيم اللي كان كل العالم العربي بيحلم يجي على بيروت، دمرناها بإيدينا. مشان شو؟ يفهموني مشان شو؟ إنه دفاعا عن عروبة لبنان أو دفاعا عن لبنانية لبنان؟
شعارات كانت مطروحة، والنتيجة شو؟ مثل ما بقول الرحباني بتعرفيها، هربت مع سعد الفران. اوكي، هربت والنتيجة مع شو؟ هربت مع سعد الفران. النتيجة دمرنا بلدنا، 150 ألف قتيل، تراجعنا 40 سنة لورا، ما عم ما عم نعرف نرجع نعمر بلدنا، ما عم نرجع للغة الحوار بيناتنا والسلام. ما رجعنا، صار كل واحد منا عنده لبنانه. مزبوط. ليه؟ عشو؟ نبيل، إذا بدنا نرجع للحرب، أنت حملت بطاقات كتير غير بطاقتك، ايه شو السبب؟ ايه، بسبب انه انت مضطرة كنت بهداك الوقت. بتعرفي الحرب مش بس انتجت شرقية وغربية، نعم. حتى بالمنطقة الوحدة كان في زعماء شوارع، وكان في أحزاب مسيطرة على المناطق. ما فيك تعبري من منطقة لمنطقة دون ما يكون في بطاقة تعريف من هذا المسؤول بهذا المنطقة. يعني بعطيك مثل، أنا كنت أشتغل بوكالة صحافة فرنسية، نعم. كنت أملك بطاقة من الوكالة الصحافة الفرنسية، وبطاقة من الجيش تعريف حتى انتقل على مراكز الجيش انه انت معي تصريح من الجيش، ومعي بطاقة من وزارة الإعلام، ومعي بطاقة بالمنطقة الغربية من حركة أمل، وبطاقة من الحزب الاشتراكي. ما كان في وقت غير من هذا الأحزاب. فوقت كانوا علقانين الاشتراكية بين بعضهم بمنطقة بيروت الغربية، الاشتراكية والحركة أمل، تعرف تنتقلي من شارع لشارع مختلف. أكيد. فكنا نلبس جاكيتات وقمصان 2 جياب. فأنا مثلا بطاقة الوكالة هون، بطاقة الجيش، بطاقة وزارة الإعلام، بطاقة الأحزاب هون. فأصابت أنا وعم سوق، كان معي زميل لنا اسمه مصطفى ياسين، عم نعمل جولة بعد الاشتباك اللي صار. فأنا وصلت على منطقة فيها حركة أمل، طلعوا كاميرات، شاب من وين؟ بهالوقت كانت فتحة قميصي، فتحة الجيبة نازلة، مبين بطاقة الحزب الاشتراكي وشعار المنجل والشاكوش. خرطش درزة. قلت له لا، صحافي وكصحافة فرنسية. قال لي نزل بالأخ شرموطة كاكي نجو 3-4، هذا درزة. ورشوا لي السيارة 4 دوليب. زميلي مصطفى عرصاص فتح الباب وزحف. كان ذلك أمام بيت رئيس مجلس النواب حسين الحسيني. ايه، فعم منطقة الرمل البيضاء اللي هلأ تسمى عين التينة. نعم. فصار يصرخ لي، وراح هو لأن هن التهوا فيي أنا وكاميراتي إنه أنا طالع عند الرئيس حسين الحسيني يخبره. اجوا أخذوني، ترقوني هون بكعب البارودي، جرحوني، اعتقلوني. ايه، وكل الطريق اللي كاكي واللي أخذ شرموطة وواصل بين إجريه. وصلنا على مدخل بناء بدي فوت. بفترة أنا قبل ما أشتغل بالوكالة كنت أشتغل بجريدة السفير. نعم. بوجه جريدة السفير كان في باركينج، في شاب اسمه علي الجمال، كان كتير حسه أنه معجب كيف أنا حامل كاميراتي وجاكيت وكذا وإلى ما هونالي، وصحبي كتير أنا وياه. صاقبت هذا الشاب، صار مقاتل مع حركة أمل، شاف المشهد من بعيد، صرخ لهم هذا نبيل إسماعيل، هذا نبيل إسماعيل. وركض وقف بوجهي. أنا عم بسمع اسمي وصوته، بس إنه أنا واعي ماني واعي. يعني عم بتشوفي أشكال، بس العقل أصيب بالصدمة. أكيد. وزي ما قلت لك، اوعي تصدق إنه في حدا قبض علي. اللي بتروحي على خط التماس بتحمل الكاميرا حد المسلحين وبتعلي راسك تتصوري من فجوة صغيرة وأزايف حولك، ما في حدا عنتر. حتى عنتر كان يخاف، ما في حدا. كلنا كان شبح الموت حولك بصدق يعني. فأكمشت وأنا تعبطت فيه هيك، وصرت حس إنه إذا في شكل هيك شي مقاتل عم يجي من هون، ادفشوا هيك. من وين اجتني القوة ما بعرف. ترقوني على ظهري وقال لهم هذا عندي أنا، ونزلوني على الملجأ. لبعد شي نص ساعة اجوا طلعوني. يعني مثلا هذا عسيرة البطاقات. نعم. عرفتي كيف؟ وتعلمنا من وقتها إنه أنا إذا بدي انتقل على الشرقية، كل شي في بطاقات للأحزاب بالغربية شيلها. وإذا في شي من الشرقية كمان بس إجي لهون شيل وخبيهم. يعني مرة أنا كنت
عم نصور بمؤتمر بجنيف، مؤتمر الحوار. نعم. 1984. وقتها ما كان في ديجيتال، كنا نروح ناخد معنا 5-6 شنط. شو فيها الشنط؟ مواد تصهير والتحميض، وفيها انلارجر، وفيها ورق للطبع. فتحملي شنط. وقت خلص المؤتمر مطار بيروت مسكر، جينا بالطيارة فيها رئيس الجمهورية وفيها كل الوفد المفاوض. يعني كان معنا الشيخ بيير جميل، رئيس كميل شمعون، رئيس صاب سلام، رئيس عادل عسيران، رئيس أمين جميل كان هو رئيس جمهورية، سليمان فرنجية، نبيه بري، بحفظ الألقاب، أكيد. وليد جنبلاط، كلهم. فأجينا بطيارة وحدة، بس أثناء وليد جنبلاط بقي بسويسرا بتذكر، جينا كلنا على قبرص. وكان في 4 طيارات هليكوبتر جايين ياخدونا مع الصحفيين. فأنا بما نزلت الشنط بما كذا، طيارات الهليكوبتر اللي جاي على الحمام العسكري بالغربية انتلت وقلعت. بما أنا نزلت كان تبعولي الشرقية اللي جايين على جونية طيارتين بعد فيهم محل، ساعدوني، حطينا الشنط وطلعت نزلت على جونية. وشو عملت؟ اشتباكات، كانت مسكرة الطريق، وين بدي روح؟ أخذت تاكسي من جونيا، جيت على المتحف، كانت صارت تقريبا الساعة 5 بعد الظهر، بلش هيك العتم شوي. أنا حامل الشنط، شو بدي أعمل؟ بتعرفي وقتها ما في، كان في لا سيلولر ولا كان في شيء ولا في تليفونات، بروح ما بروح، بروح ما بروح كذا. وكل ما تقربي فشخة يجيكي مسلح. من وين الشاب؟ يا خيي كنت بسويسرا مع رئيس أمين جميل مع كذا، أنا جاي بدي روح على الوكالة. أنا بتعرفي حديث طويل لا عين ما عتمت، كان لابد من المغامرة. أحمل الشنط وأقطع، ما كان في عندي خيار تاني أبدا. بالعتم؟ وبالعتم كيف؟ ورصاص طالع وحمل الشنط، وكل الطريق كاميراتي برقبتي، كاميرا التاني لولح فيها وصرخ صحافي 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 صحافي، واسمع صوت رصاص. لحين ما وصلت لقبل بناية علامة اللي كانت هي هنيك، يعني لمدخل ميدان السبع، على اليمين والشمال. مين انت؟ وقف بطريقك ما تتحرك. وقف انا بطريقي ما اتحرك. وكنت قلت يا ريت بدخن انا لضوي قديحة، ما كان حتى ضوء معي وما كان في اضاءة. يعني انت وين؟ مين؟ واسمك. كررت اسمي. لو وصلت على المتراس، كان وقتها المرابطون على هذا المتراس، لو وصلت لا يمكن حركة امل، كانوا حركة امل. لو وصلت لهونيك يمكن كررت اسمي 10 مرات، كل فشختين. يعني هيدي جزء من المعاناة يعني اللي كانت. هو شوف استمرارية الحرب على مدة طويلة. واستمرار نحن يوميا أو يوم يوم لا، التجول على خط التماس خلق نوع من الصداقة بينك وبين هدول إنه صار يعرفوك من وين ساكن، شو اسمك، عرفتي؟ بصير هيك. يجي بصور تاني مثلا انه بتعرف فلان، بعرفه، بتصير هيك. بس تبقى في لغة، عرفتي، مضطرة تتعاملي مع الواقع. نعم. شو كانت هاللغة؟ شو تحكي؟ شو تعمل؟ لغة فيك تسميها تخدير لهذا المقاتل حتى يقبلك بين صفوفه. يعني أنا ماني مضطر، كنت أنا قلت لك كنت مضطر ألعب دور الزلمة العبيط، إنه اللي بيخاف من السلاح، حتى عرفتي الواضح إنه أنا من أي منطقة من وين يعني. بس هلأ كان في مصورين يعني مثلا يشتغلوا بجريدة النهار، أرمن مسيحيين، كانت حركتهم على خط التماس كتير بطيئة إلا إذا كان نحن وياهم يعني. يعني مرات نحن مثلا يكون معنا حدا على خط، إذا كنا بالغربية بتعرفي أكيد كان في ناس إنه مطعتي له جورج أو ميشيل، إنه اسم تاني، تعا سعيد مثلا،
عرفتي كيف؟ اسم مش يبين. ايه الا اذا في ناس بيعرفوهم لا هذا فلان تعال يعني صارت مع الوقت ما عادت بتخوف كتير. عرفتي؟ صار عندك طريقة. ايه يعني انا مثلا بدي اقول لك على شغله، انه انا كنت على بمنطقه راس النبع، كنت بحوار كان هديك الايام الموقع لبوج البريمو تابع للاحرار. كنت روح لهونيك لانه كان في واحد بعد مذكر اسمه، كثير صحبي انا وياه فيما بعد، اسمه ابو كفتة، بسمى حاله ابو كفتة. إيه بتعرفي كان في اسماء حركيه يعني. تصوري هيدا بعد مرور تقريبا شي 25 سنه على الحرب، يمكن اكثر. قاطع انا على حد السفاره الفرنسيه، كان يوقف تاكسيات، طلعت هالعيون مذكره، طلع فيه واطلع فيه. هو عرفني كوني حامل كاميرات. ايه قربت لي قلت له ما تحكي بس خليني اتذكر. قلت له عينيك بالنسبه لإلي، لانه اذا صورت واحد انا وفت على عينيه بحفظهم. قلت له ليك انت كان اسمك ابو كفتة؟ قال لي ايه، وعبطني. عرفتي كيف؟ ايه تذكرته. بعد من هون بتخلق صداقه. نعم. فبموقع اللي هو كان مسؤول عنه انا كنت انتقل خط التماس روح لعند الاحرار. عرفتي كيف؟ وهونيك تعرفت على زميل لنا اسمه جوزيف براك، كان يشتغل بالاحرار، كان مسمى حاله ربيع. عرفتي؟ تعرفت عليه، كنت انتقل انا يعني. تصور في فترات معينه صار في هدوء على خط الجبهه، صاروا يحكوا مع بعضهم. كون انا قاعد عم نشرب شاي يعيط له يطلع يحكي هو وياه. عرفتي؟ هلا مرات يحكوا سياسه ومرات يعني مسبات بس بأكترية الأوقات كانوا مسالمين. لأنه بعتقد أنا بفترات معينة في جزء كبير منهم حس أنه هن عايشين بخديعة. أكيد الحرب كله خديعة. لك عندك بيتك أنا وياكي إخوة ببيت واحد مندمره. ليه اللي شو هالخلاف اللي بيحتاج أنه ندمره؟ لعبوا فينا وكنا هبل. نبيل، تفل من الحرب توصل على بيتك، شو أول شي تعمله؟ لعب أولادي. تلعب أولادك؟ بس لأنه أنا حتى الآن بقول له لأبني أنه أنا بس كنت أظهر من البيت كنت أنسى عائلتي. اهتم بمين؟ بالحدث اللي تعلمته بالحرب. نعم. ليش؟ لأرجع طيب لعند عائلتي. كنت بس أوصل على البيت زدت الشنطة انسى الحرب وارجع ولد لعب أولادي. لأنه كنت حس أنا أنه بنتي وابني، كان عندي صبي بنت، خبت عنهم 12-14 ساعة، لازم تعود أنه ظلمتهم بهذا الغياب. بس هذا الغياب خليهم يروحوا على المدرسة، ادفع لهم قسط، ادفع لهم اوتوكار، جيب لهم تياب، ربيهم. وهيدا اللي تعلمته. وهذا بقول له يا لابني بس تترك البيت انسى اولادك، انسى كل شيء وفوكس على شغلك لترجع طيب تريح بالطريق. عرفتي؟ هذا اللي انا كنت اعمل فيه. ايه بكل حلقاتي بسأل ضيف انه انت بتقدر توفق بين عائلتك ومهنتك، بس نبيل انت في مرة تركت بنتك كرمال تصور حدث صار. خبرنا. يوم بدء التحرير. نعم. الأزايف نزلت بعيدة عن بيتي 500 متر. فأنا كنت نايم وفي إذاعة أنا بوجه لها التحية، هي صوت لبنان. هيدي إذاعة ربينا عليها، إذاعة عريقة أكيد. وأنا بحبها لهلأ. كوني صحافي كنت حتى الآن بنام على الأخبار وبوع على الأخبار. وهيدي خلقت لي مشاكل مع مرتي، كل الليل وطي الراديو طفي الراديو. وفي وجه لها تحية أكيد لمدامتي ولأولادي ولكل حدا بحبني وأنا بحبه. الله يخلي لك إياهم ويحميهم. لأخواتي لأخوات مرتي، كل هدول الناس. لأنه
كانوا يخافوا علي بالحرب. فسمعت أنا صوت لبنان 7:15 إنه المدارس بالشرقية مقفلة. رفعت راسي قلت لها ندى الأولاد وين؟ قالت لي نادين راحت على المدرسة، إجا الأوتوكار أخدها، إجا الشوفير أخدها، بس عبودي مريض بالبيت. نطيت أنا قلت لها رايح جيبها. بعد هلأ ما كان في شيء. 7:15 7:03 فت على الحمام بدي غسل وجهي، فتحت الحنفية عم بحط ايدي هيك نزلت اول قذيفة، سحبت ايدي، لبست بنطلوني، سناولت كاميراتي، طلعت بسيارتي والقذايف عم تنزل بعيد عن بيتي 300 متر. في مصلبية على اليمين بنزل على فردان، دغري بنزل على الأونسكو، وعلى الشمال بطلع على مدرسة بنتي. قد ما المهنة فيها جنون، عم بدعس على البنزين بس اجري التانية عم تعمل هيك، بدي سرع السيارة. وصلت على الإشارة طرقت فريم، بنزل بصور أو بطلع بجيب بنتي. وقفت سيني يا الله بدي اخد قرار، يا الله. حكيته لقيته حدي لا الله. قال لي أنا بحمي لك بنتك بس أنت مسؤول عن شغلك، روح على شغلك. تركت بنتي بالمدرسة ونزلت صورت أنا وعم صور. بهذا الوقت بلاقي شنطة فيها مصاري من أحد القتلى مرمية. مرق بجيب لقوى الأمن الداخلي، قلت له سيدنا في شنطة فيها مصاري، وكفيت. نزلوا هني صار يلملموا، اجوا الإسعاف، وأنا وعم صور واحد عم يسحبوه من السيارة مصلوب وكله نار عم تشتعل. اسمع بور، رجعت جدد القصف. طلعت ما لقيت حدا حولي، بلشت أصور 2 3 4 5 القذايف عم تنزل. بعدين برمت باتجاه الأونسكو وبلشت أركض. على اليمين كان في مثل كيوسك كبير كله خشب، كان وقتها مذكر اسمه أزهار غماشي. طرقت اجري بالأرض ونطيت لجوا كأني عم نط على البحر. لقيت العالم الجرحى هونيك كلياتهم وأزاز مكسر. طلعت لقيت كابينات خشب موجودين مفتحين. حطيت راسي بكابين هيك وقلت له لله حميني بحق أولادي. ونزلت القذيفة بعيدة عنا شوي، وصبت كمان هون ونعمل لي عملية بحوضي هون. وقت خلصت وأنا منصاب رحت على الوكالة، حطيت كل الصور وكذا، وجيت على البيت قلت لها وين نادين؟ قالت لي بعد ما أنت ظهرت ب5 دقايق رجع الشوفير على البيت. الله حميه. الله حميه. الله. اوعي تفتكري ما حدا بيحمي أبدا، لا شيخ ولا خوري ولا حدا ولا إنسان. الله بس. نبيل، اليوم إذا بتشوف قتيل قدامك بتحس بشي؟ لا. فقدت مشاعرك؟ لا. بعدهم موجودين؟ أكيد. شو كان يصير تجربة الحرب؟ يعني أنا أول جثة شفتها ب75 كانت بباب إدريس. نعم. صورتها وجيت عشية على البيت، خبرت أهلي عن الجثة، بس عشية بالليل ما نمت. كنت عطول اتخيل حالي أنا محله أو اتخيل حدا. مع الوقت قد ما شفت جثث مع الوقت، يعني أعطيكي إكزامبل، ب 28 أو 26/11/1975 نعم. نزل أنا على المجلس النيابي، بدي صور جلسة مجلس النيابي. باختصار نزلت الجبهة الشعبية تابعة لسوريا، صاروا يقوصوا على المجلس النيابي على سيارات الشيخ بيير فجأة، وصار اشتباك. فأنا وقف عمايلة الجيش مع عناصر الجيش بوجه المجلس النيابي. طلعت هيك لقيت قتيلين هون.
أنا عم صورهم 3 4 هون، صرت أتنقل بيناتهم تتصوري لحديت وين. وبعدين تطورت الحرب، صار يحطوا القتيل، يحطوا الإنسان قدامك ويقوسوه. شو صعبة. أي اللي قدرت بصدق مع تكرار المشاهد صار نما عندي الحس المهني، صار الحس المهني أكتر، صار في تحدي عندي كيف بدي جيب اللقطة الأحسن، كيف بدي غطي الحدث بمهنية أكتر. فالعامل الإنساني عندي كون بدأ يوطى شوي ويطلع العامل المهني أكتر. نعم. لكن هيدا مؤقت. لكن بس ارجع على الوكيل أو على الجريدة وبلش حمد الصور وشوف، ينزل العامل المهني لصالح العامل الإنساني. وهون تراكم هذا التعامل الإنساني خليني أشعر أنه أنا والشعب اللبناني كنا عايشين بخديعة، نقاتل من أجل من ولأجل من، وليش دمرنا بلادنا، وليش لما رحنا للحوار ما كلنا ربينا على الرحابنة، على الحب والتآخي، وإنه ما حدا بيربح، وإذا رحنا للعنف كلنا بنخسر. نعم. وبعدني هلأ بقول للشعب اللبناني، كوني كمصور صحفي مني سياسي، أنا مصور، الحوار، ما تروحوا للعنف، ما حدا بفيد. ناس ماتت، في ناس جسي ما بدها تموت قتلوها. يعني اللي قاعد ببيته عم تفرج على التلفزيون مثل أزيف عليه، يا أخي أنا ما بدي موت، ليش عم تقتلني؟ ولا بدي فوت بالحرب، ولا بدي الحرب، فوتوني بالحرب، عرفتي؟ واللي عم يقطع الطريق واجته رصاص قناص، يا خيي ما بدي موت أنا، ليه عم تقتلني؟ ولمين بدي موت؟ في سبيل مين؟ شفنا كل الضحايا في سبيل شو؟ نقص لبنان كيلومتر. شو صار؟ دمرنا بلادنا. بس كنتي آية أنت. كل العالم العربي من المغرب إلى المشرق زي ما بيقولوا، من المي للمي، كان بيحلم يجي على بيروت يشوف التطور والحضارة. كان يقولوا لي أهلنا أنه يطلعوا على كرنفال علي المازة 90 صحن، كانت الناس تتباهى. تصوري مرة فرجي اللبنانية قد جمال، بعتقد ب98 كنت اشتغل مع جريدة كويتية، قالوا لي في فيلا بحمدون اسمها سلمى لواحد كويتي، طلع بدنا نصورها. طلعت أنا ناطور هونيك، اكتشفت بالصالون ازاز شي 7 أمتار ب5 أمتار، لوح ازاز واحد محطوط هيك، وراه مشهد شجر وكل شيء. قلت له هذا الازاز ليه؟ قال لي صاحب الفيلا هون كويتي سماها على اسم سته. قال لي كان يجي بس بشهر شباط يحط الكرسي هون، هيدي قبل الحرب، يحط الكرسي هون ويتفرج على الثلج كيف عم يسقط، ما يعمل شيء تاني، يقعد شهر بس يتفرج على الثلج. هذا لبنان، هذا لبنان، عرفتي؟ هذا لوحة الجمال. ما كانوا شايفين العرب غير لبنان. من بعد سنة 90 بلشت تصور فن. صح. في شي نقطة جامعة بين صور الفن وصور اللي بتوجع يلي هي صور الحرب؟ لكن خليني اقول لك وبصدق، الحرب كانت مؤلمة كتير. نعم. يعني نحن ما كنا قاعدين ببيوتنا، كنا على الأرض، فشفنا كل شيء، وإنه ما كنا موجوعين، ما كنا عم نتألم. أكيد بشغلتين بوجعوكي أكتر. قلت لك السؤال الأول، هذا الإنسان اللي ما بده يموت قتلتيه ليه؟ هذا بتوجعك من جوا. تاني شيء فكرة لبنان اللي كانت براسي، لبنان الفن، البوصلة لكل الناس اللي بيجوا عليها، السفينة اللي بيحب يطلعوا عليها كل الناس، واحة الجمال، اللوحة اللي بيحبوا يتفرجوا عليها.
لبنان العظيم قبل 75 هذا كان براسي، شفته عم يتدمر قدامي، ليه ما بدك انوجع؟ شفته عم يتدمر، عرفتي؟ يعني أنا لحقته لهيدا الجمال بأول طلعتي كشاب، لحقت هذا الجمال بس مش كتير يعني، بس لحقته. بوعة للأشياء الحمراء، للسينمات العظيمة، للفن، للمسرحيات، للسواح بالآلاف، عرفتي؟ لقيته عم بيتدمر قدامي، بده يوجعني. لأظهر من هذا الوجع كان لابد أنه يكون هناك محاولة لنسيان هذا الدم اللي كان عم شوفه بشكل يومي. فقلت أنا أحسن شيء روح للفن، تتنسى، لا أنسى، روح للفن. بدأت رحلتي مع الفن، أولهم مع الأستاذ عبد الحليم كركلا اللي علمني كتير. نعم. أي بس أنا جاي من الحرب رحت على الفن، في ألوان، في رقص، في أشياء موسيقى، في شيء حلو، بدك تظهري. وبلش اشتغل مع الفنانين وغطي في محاولة لا ننسى الحرب. لكن كنت كل 5-6 سنين يصير في حرب، بدل ما يكون على طريق صيدا القديمة صار عم بيصير بجنوب 96 وال2000 وهيدول يعني. وبعدني أنا حتى الآن قلت لك أحاول أن لا أتذكر الحرب، وما بدي أتذكره، وبتمنى على اللبنانيين ما حدا بقى يحكي فيه يتذكره. نبيل، فكرت تشوف شي حكيم نفساني من بعد الحرب الأهلية؟ لا مني، ما عندي عقدة مع أبدا. بالعكس بحب تجربتي بالحياة، بحبها. يعني تعرفت على جميع أنواع الحياة، جميع أنواع الناس. وهي التجربة علمتني أتعلق بلبنان أكثر. وأرفض أي شعار مسيحي إسلامي، أرفض العنف، أرفض كل الحقد. تعلمتها، وأتمنى أنه اللبنانيين يكونوا تعلموا هيدا، يرفضوا الحقد والخلاف. ليش بده يكون في خلاف بيني وبينك؟ ليه؟ بنحكي لغة واحدة، عايشين ببلد واحد. نفتخر بالسيدة فيروز، بالرحابنة، بصباح، بوديع الصافي. بنفتخر بإبراهيم معلوف، عم ذكرهم بعبد الحليم كركلا. بنفتخر بهذا الفن اللبناني، بالموسيقى، بثقافتنا. نحن ناس مثقفين منتشرين بكل أنحاء العالم، ما بينقصنا شيء. مزبوط. ليش بس نرجع على البلد بنحكي لغة تافهة؟ اسمحي لي أقول لك، يسمحوا لي اللغة تافهة. هذا لغة الخلاف، انه نحن مختلفين وانه هيدول ما بيشبهوني وبيشبهوني. هيدي لغة تافهة. كلنا بنشبه بعضنا، كلنا شربنا من مية صنين، كلنا عم نتنشأ هوا الثلج، هوا البحر، كلنا بنسمع لفيروز، كلنا بنسمع للرحابني ولوديع. وين ما منروح منغني، مطلع قبرص بصير نغني انه بدي ارجع على لبنان. نسهر راح يرجع يتعمر لبنان. المسيح والمسلم بيغنوها. تبع شو مختلفين يا اخوة الديانة؟ عرفتي؟ نعم. اليوم تربطك علاقة جدا قوية بالسياسيين وبتصورهم. اليوم بس تكون عم بتصور هالسياسيين ما بيرجعوا بيمرقوا براسك صور الحرب، صور الشباب اللي ماتوا كرمالهم. الطبقة السياسية اللي موجودة اليوم 3/4 الشباب ماتوا بالحرب من وراهم. بس تشوفهم وتصورهم ما بتحس بزعل، بحقد؟ لا، الحقد ما بعرفه بيني وبينك. بس قلت لك كان في خديعة طغت على الشعب اللبناني كله، سياسيين وغير سياسيين. عرفتي؟ يعني بهويتك انت مسيحية وبهويتي انا مسلم، بس انا بعقلي قلت لك انسان بؤمن بالله وبؤمن بدين الانسانية، انه ما في خلاف بينه وبينك. اثنيناتنا وجدتنا على هذه الارض بما يستحق ان نعيشه، صح؟ بس بيي بالهوية هيك. طب شو في خلاف انا وياك؟ على شو مختلفين؟ بلتقى انا وياك على اشارة حمراء بنوقف اثنيناتنا، على شو مختلفين؟ بتدفعي ضرائب مثل ما بدفع ضرائب، صح؟ القطعة اللي بتشتريها انت بتدفع حقها مثل ما انا بدفع حقها، صح؟ الدولة ما بتقول انه المسيحي بيدفع ضريبة $1000
بالسنة والمسلم 500 أو العكس. شو في خلاف؟ عرفتي؟ كلنا كنا خاضعين للخديعة. اليوم انتهت الحرب مبدئيا، غير انه حروب الجنوب نحن والعدو الإسرائيلي مضطرين نشتغل سياسي. بقى تعرفت أنا على جميع أنواع السياسيين كلهم، من فخامة الرئيس إلى رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة إلى الوزراء والنواب. مع الوقت بصير في عندك علاقة أنت وياهم، بتصيري تكوني فكرة بسيطة أنه هيدا لذيذ هيدا مش لذيذ، هيدا بياخد وبيعطي، هيدا عابس بفوت على مجلس الوزراء عابس، هيدا بفوت ضاحك. يعني أنا دائما بكتب بمقالاتي، عرفتي، أنه الصورة ما بين الضاحك والعابس. في وزراء ما بيعرفوا يبتسموا، في رؤساء ما بيتذكروك، وفي رئيس بضل يسأل عنك، في رؤساء بيتابعوك على وسائل التواصل الاجتماعي، في مسؤولين ما بيتابعوك على التواصل الاجتماعي. في ديفرنت، بس هذا بيخلق علاقة انت وياهم. ايه، بعدين بتصيري تفوتي على كل واحد وتعرفي شخصيته شو بحب، وبصير في علاقة. الصورة مغناطيس بيجذب السياسي. الصورة الصحفية حبيبة السياسي. لا يعيش الرجل السياسي خاصة بلبنان بدون صورة. يعني حتى كل السياسيين بينطروا صورتك وبيطلبوك بالاسم. ليش؟ شو اللي بيميز صورتك عن باقي المصورين؟ لا، أنا مثل كل المصورين، أنا لا أتميز عنهم. كلياتنا ضحايا المهنة، كلياتنا جنوننا أخذنا يعني، وزملائي أنا بحبهم وبحترمهم يعني بقدرهم، بس تواجد الدائم، عرفتي، والأسلوب اللي أنا اكتشفته هو أني أنا بشتغل لجريدة بعطيها صور، لكن أنا من وقت ما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تاخد هالمشاعر الواسعة من العالم، هالمساحة الكبيرة، بدأت بأسلوب اللي هو ستوري. نعم. يعني أنا بروح بتطلع برئيس الحكومة نفس الجرافات، حالق شعره، شو حاطط قدامه، أي قلم عم بيكتب. أوكي، هاي التفاصيل الصغيرة اللي أنت ما بتشوفيها على التلفزيون أنا بشوفها. عرفتي؟ يعني مثلا رئيس الحكومة بكون قاعد حد منه زوجته، بكتشف أنا أنه هو بده يطلع يحكي كلمة أو شيء، ما بسكر تليفونه، بيعطيه لمرته مثلا بطريقة أنه ما حدا ينتبه لها، أنا بنتبه لها. عرفتي كيف؟ إيه، أنه هيك شغلات. نعم. عرفتي؟ يعني مثلا بعطيكي إكزامبل تاني كمان، أنه يبقى في رئيس حكومة بس نفوت على مجلس الوزراء يقرب كرسته بس شوفوا المصورين، يكونوا رئيس جمهورية قاعد على كرسته ورئيس الحكومة قاعد على كرسته، بس يفوتوا المصورين يزيح كرسته رئيس الحكومة ويقرب على رئيس جمهورية يحكي هو إياه، أنه صورونا. صرت حافظهم أنت. مرة فتت أنا ما قرب رئيس الحكومة، قلت أنا ليه ما قرب؟ صورت، قلطيت. جلسة تانية ما قرب، كتبت هل هناك خلاف بيناتهم؟ بكل مرة كان يقرب، هالمرة ليش ما قرب؟ لا اكتشف بعدين أنه فعلا كان بدأ الخلاف بيناتهم. وصل الخلاف أنه بس نفوت ما بقى رئيس الحكومة قاعد هيك، صار يبرم ظهره لرئيس الجمهورية ويحكي مع الوزراء ويخشوا من الضحك. بحيث أنه أحد ضباط قرب للوزراء قال لهم المصورين فاتوا حتبلش الجلسة، بليز وقفوا لنا الضحك. يعني من هون أنت بتصير تفوتي بهاي التفاصيل الصغيرة، وقت اللي بتفوتي فيها وتبلش تكتبي عنها تلفتي النظر عندهم، فكلهم صاروا بيخافوا منك، لأنه أنا أوجدت
الأسلوب اللي فوت فيه على التفاصيل الغير مرئية للناس، واللي الناس بدأت تحبه هلأ. ونشوفك قد ايه بتعلق على بيك ألم الرئيس. البيك صار ترند. يعني حتى دولته تلفني قال لي نبيل شو قصة ألم البيك؟ قلت له غيرك أنا عم شوفه هيك. يعني امبارح وقت اجى الوزير الخارجية السعودي نعم. أنا صورت صورة، طلعت هيك لقيت الرئيس نواف زلمة مثقف كبير، يعني اجتماعاته عملها بالصالون تبعه وحيط شي 7 أمتار كله كتب. وقعدوا تحت ظلال الكتب، فما فت كلوز اب عليهم. صورت جنرال فيو، قلت لقاء تحت ظلال الكتب. لأنه رؤساء تانيين بتفوتي على مكتب كتير أنيق فخم كله تحف وكله غير شكل، عرفتي، ولوحات وما لوحات. هذا الرئيس نواف متواضع كتير وأما لك أنا هذا أنا. وتصوري بيته بالطابق ال14 بشقة، مش إنه عنده قصر وفيلا، بشقة متواضعة كتير. يعني حتى هو ومدامته متواضعين. مدامته كانت زميلتنا، عرفت يعني. أنا بوجه له تحية للقاضي العظيم والإنسان المناضل. هيدا مناضل، مش إنه جاي من طبقة سياسية وورتين ذهب، لا مناضل صدقيني. يعني نبيل، شو علاقتك بالحريري الشهيد رفيق الحريري؟ أنا تعرفت عليه للرئيس، كنت عم بشتغل بجريدة السفير سنة 82 عن طريق صديق لإلي بعدني لهلأ بحبه كتير وبعتبره أستاذي بالفكر، اسمه الوزير فضل شلق. نعم. اللي بوجه له تحية كمان. تعرفت على الشيخ رفيق، كانوا يعيدوا له الشيخ رفيق، ومن وقتها شفته مرة أو مرتين ونظفنا بيروت. أنا صرت صور تنظيف بيروت بعد الاجتياح. نعم. يعني بناء لطلب من الرئيس أمين جميل، طلب من رجل الأعمال رفيق الحريري نظف بيروت بعد حرب الاجتياح. فهونيك أنا كوني بصداقة مع الوزير فضل شلق والدكتور نادر سراج هدول، فأنا مصور وصلت صورت هدول. بال84 صار في مؤتمر الحوار بجنيف ولوزان، كان الرئيس الحريري، كان الشيخ رفيق الحريري موجود هونيك كمان. وهونيك تعرفت عليه، وصار في حادثة يعني ما ضروري أحكيها. كنت أشتغل بجريدة. نعم. وطلب مني رئيس تحرير الجريدة بعد ما خبرته أنه هذا الشخص موجود فوق، قال لي بس توصل لفوق جرب قل له بدي أطرقك بالكاميرا، معلمي فلان فلاني بعتني. فوقت نزل عيط له، قال له يا فلان تعب باعت المصور تبعك يدبني بالكاميرا. ليلفت له نظره، نفتي كيف تعرفي قصة ورود ومورود. عرفنا. فبقول لي أحد الوزراء أنت مجنون، هيدا معلمه لمعلمك. كلهم كانوا يقبضوا. بعدين شفته بالطائف، وأنا صورته أول صورة هو باللباس العربي. هو ما كان يعني كتير بيحبز، بس صورته. وأحد المرافقين جرب يهجم علي، شلحني الكاميرا، عيط عليه هو، قال له انه حياتك كلها ما تشلح مصور صورة، انه اتركها، عارف كيف؟ وانه ما تستعملها. بعدين تطورت وقت عمل رئيس حكومي، رافقته انا وصورت كل مراحل إعادة أعمار بيروت. نعم. لمصلحته يعني. وحتى الله يرحمه كنت كتير قريب منه بالصورة يعني، وكان عطولي عيط لي يا نائب يا نائب يعني، وكنت بس شوفه يعني، بس ما كان في مطالب خصوصي. وكنت ولحتى الآن أنا برفض تكون مصور خاص لأي شخص. يعني حتى إذا رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أنه فيك تعمل، حتى الآن يعني من كم يوم انعرض علي يكون مصور لأحد المسؤولين، رفضت وما زلت برفض. فضل كون مصور حر. يقال عني مصور صحفي ولا يقال مصور فلاني، لأنه بحمل سياسته معي، إن كانت منيحة أو مش منيحة. بحمل تاريخه معي، بس يفل بدي فل معه. يعني أنا مر علي 9 رؤساء جمهورية،
في ناس زملاء اللي كانوا مصورين للرؤساء، بس فلوا الرؤساء فلوا فلوا. فأنا أريد أن أبقى بالمهنة نعم. حرا أتجول بين السياسيين بكاميرتي. أنا حر وسأبقى حر، بس فكرة أنا حر بعقلي وليس بطائفتي ولا بهويتي. نعم. لأيمتى رح تبقى الطالب الحريري بمعاش 2017-2018؟ حضلني لأحصل على حقي، صاحب الحق سلطان. قلت لك نتعرض أن نكون ضحايا. نعم. مش بس بالحرب، حتى بالسلم في ضحايا، حتى في الناس بينظلموا. مش بس بالحرب بينظلم الإنسان، حتى بالسلم بينظلم. نبيل، بصورك كتير بتركز على عيون الرئيس جوزيف عون، فيهم بشرة لمستقبل لبنان؟ للوهلة الأولى فيهم بساطة، بدلوا على إنسان طيب. نعم. هيك هذا اللي هلأ شفناه. بس يمكن نحتاج بعد أكتر لدخول إلى وجه الرئيس. نعم. بس اللي مبين هلأ بشائر خير، يعني مش إنه وجه يابس عابس. في سياسيين وجههم عابس، في سياسيين وجههم ما بيتحرك، في سياسيين بالبلد عيونهم ميتة. لهلأ الرئيس لا، ايه مختلف تماما. يعني بالعكس، دائما الابتسامة، على فكرة في ابتسامة بوجهه، وجهه مش شادد، هيك مرخي مرتاح، عينيه بيضحكوا. لهلأ إن شاء الله يضلوا هيك. لا أكيد يمكن بضلوا هيك، لأنه معدنه يمكن هو هيك. يعني عرفتي كيف؟ نبيل، خلال مسيرتك المهنية كلها في شي صورة صورتها بتخاف إنها تظهر للعلن؟ في كتير صور اللي اسمهم صور القتل، وخاصة الأشلاء. عرفتي؟ يعني مثلا الإنسان الضخم، مثلا جثة الرئيس الحريري، أو أشلاء لناس، أو صور أطفال صورنا، بس أكيد ما نشرنا، لأنه في اتفاق غير معلن، اتفاق أخلاقي. نعم. بالصحافة، أنه أي شيء بشع بيجرح مشاعر الناس يجب أن لا ينشر. هيدا مش قانون، هيدا قانون أخلاقي. عرفتي؟ لأنه آخر النهار يعني بإحصاء أن عشرات، ما بعرف قديش النسبة بس عالية كتير، من الناس بتقرأ كانت الجريدة صباحا على فنجان القهوة والنسكافيه. ما بدها تشوف أشلاء. نعم. ما بدها. في شي صورة تمنيت لو ما صورتها؟ في كتير، كل الصور تمنيت لو ما صورتهم. يا ريتوا مش موجودين بحياتي كمان. أكيد. صور القتل والحرب. وقلت لك الصورة اللي بتعز بنفسي، أنا يمكن مني أكيد من اليمكن. يمكن ما كتير أزعل على صورة مقاتل عم بيقوس ومات، هو اختار، يمكن ما أزعل. بس قلت لك بزعل على اللي كان ظاهر من بيته ليجيب خضرته ومات، ما خصه. طلعت انفجار حد منه سيارة، أو اجت قذيفة قتلته، أو اللي قاعد ببيته لابس الرب شامبر عم تفرج على التلفزيون أو عم بتعشى وإجت قذيفة قتلته. هذا بزعل عليه. عرفتي؟ أعطيت خي أنا ما بدي موت، ليش بدك تقتلني؟ بس اللي رايح ليقاتل يا بده يقتل يا بده ينقتل، صح؟ يمكن هذا يمكن ما ينزعل عليه، بس هوليك بينزعل عليه هون كتير. خبرنا عن قصة خطف الطيران. ليك بمراحل الحرب الأهلية مرت بمطبات كتيرة وبأزقة كتيرة. يعني الحرب مش هي مستمرة على وتيرة واحدة انه رصاص، لا، طائفة طلعت ونزلت. من جملتها معنى شو الظاهرة الإسلامية بلبنان إلى الحياة السياسية، لأنه قبل كان في أحزاب. نعم. عرفتي؟ أحزاب سياسية. يعني الأحرار كان عندهم شيعة، وكان
والأحزاب اليسارية كان فيهم مسيحية وفيهم إسلام وفيهم ناس ملحدين. يعني هذا الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية كانوا أحزاب فيها اختلاط، ما كان في حزب مسيحي 100% ولا حزب مسلمي. بعد الاجتياح الإسرائيلي بدأت الظاهرة الدينية تتعمق أكثر بالبلد، وبدأت الأحزاب الدينية تظهر على الساحة. صار في خطف طائرات، وهذه خطف الطائرات كانت هي التوب ستوري وقتها. فأنا بهذا الوقت كنت كتير ناشط بالساحة، وما كان في مثل هلأ مصورين كتير يعني. وكنت أنا مبلش بوكالة الصحافة الفرنسية، وبهالوقت كان بدأت عندي علاقات مع أكترية القيمين على الساحة، عرفتي؟ فكل اللي كانوا بمطار بيروت بهذاك الوقت حامين المطار، لأنه كان بلش شوي شوي يخرج المطار عن سلطة الدولة. فصعبت أنه كل اللي بالمطار كنت أنا بعرفه، فكان مسهل لإلي إذا لحقتهم بالسيارة لصور أي شيء ما كانوا يخافوا مني يعني. ففتت على TWA وقتها، وصورت الضابط تبع المارينز، وصورت عملية الخطف والطيارة عالية وقت أخدوها من المطار على أقرب نقطة بالأزاعة، وهونيك فجروها، عرفتي؟ فهنو عم بلغموها ويفجروها. أنا كنت عم صور، وإجوا 4 جيب عليهم بسموه رشاش 500 ظهري أوصل على الطيارة، وأنا كنت وقتها عم صور يعني، عرفتي؟ فيعني معرفتي بالمقاتلين والتواجد الدائم على الساحة وعلى خطوط التماس بأي معركة كانت تصير خلقت لي نوع من العلاقة. يعني أنا مثلا حرب الجبل غطيتها كلها، لأنه كلهم كانوا بيعرفوا جريدة السفير وبيعرفوا اسمي، إنه هلأ بيجي نبيل هلأ بروح نبيل. تصور إذا غبت مثلا في 2-3 ما أطلع صوب علي أو بحمدون أو سوق الغرب أو شيء، كان يسألوا عني إنه وينه ليه ما أجا، عرفتي؟ نعم. وفي حادثة مرة بيجي على الجريدة بيقول لي الأستاذ باسم السبع اللي هو مدير الجريدة باعت وراك الجنرال عون على كفرشيمة غرفة العمليات. قلت له أنا عملت حالي، طلعت بلاقي زميلنا قالنا اسمه جورج سمرجاني من النهار. فتت على الضابط انه بعت وراي انا من جريدة السفير نبيل اسماعيل الجنرال عون. قال لي شوي بيظهر الجنرال ميشيل عون، طلع فيه بيقول لي انت اللي عم بتسقط سوق الغرب كل يوم؟ قلت له نعم. يعني فاجأني بس قلت له نعم انا مصور. قال لي ايه مش انت اللي بتطلع بتصور بالميل الثاني ب3 بنات سوق الغرب بتكتبوا بجريدة السفير انه سقط سوق الغرب؟ طلع معي لشوف. اخذني انا وجورج، طلعنا بالجيب، مشي قدامنا هو جيب تحنا، وصلنا على اول سوق الغرب، نزلنا، اجت ملالة، طلعنا انا وجورج بهاي الميلة والجنرال شخصيا هديك الميلة، صرنا نصوره وقاعد هيك. فصار وفتنا دغري على اخر حاجز للجيش، نحن رايحين نسمع طلقات رصاص على الملالة. فتح الباب الجنرال مشعون ونزل، قال لي صورني. وزن يمكن 3 ثواني مش اكثر. انا وجورج طرقنا صور وطلعنا بالملة. قال لي بتبعتها على الجريدة وبتقول لهم طالما الجنرال ميشيل عون سوق الغرب ما بتسوق سوق الغرب. قلت له بأمرك جنرال. شفت شو أهمية الصورة؟ اليوم بعملك ربطتك صداقات بناس بيقولوا عنك كتير وفي. إذا بدي أطلب منك هلأ تتوجه برسالة لصديق، مين بيكون وشو بتقله؟ ليكي أصدقائي كتار بس اللي بقيوا قليل. نعم. مروحة أصدقائي كانوا كتار بقيوا قليل. من أعزهم شخص من روم اخد صبية حلوة من دير الأحمر. هذا كان رمز الوفا. هذا صديق بقي صديق مثلي، دينه الإنسانية، بحافظ على صداقاته، ما عنده غاية. هن اللي بقيوا لي 3-4 بس يعني.
وهذا الصديق قلت لك بقول لها لمدامته أنا واحد لازم يبيع ويشتري ليجيب صديق مثله لهذا الإنسان. منيلهم أهل دار الأحمر سهروا لهذا الزلمة. هيدا وفي كتير، كريم، أخلاق، ما عنده حقد، ولا بيعني له المسيحي أو المسلم، بيعني له الإنسان الطيب اللي ما بيأذي، الوفي، الصديق. مثل ما كانوا يقولوا جدودنا انخليت فنيت، انخليت فنيت، وكانوا يقولوا رب أخ لم تلده أمك يعني. فهذا بينطبق على صديقي أبو كارل ومجموعة أشخاص يعني. فأنا أعتقد بصدق ما في الإنسان يعيش بدون أصدقاء. أكيد. كان في مثل يقول ما ممكن الطير يطير بدون جوانح، ما ممكن الإنسان يعيش بدون أصدقاء. بنوجه له تحية. أكيد أكيد. ووجه تحية لمرته اللي حاملته كمان مثل ما حملتني أنا مرتي يعني. عرفتي كيف؟ وقعد تفتكري يعني. الله يخلي لكم إياهم اثنيناتكم. وبتحب تذكر اسمه؟ الأستاذ فريد عساف، صديق وفي، ومدام جوسلين. وبحب كمان أذكر صديق لنا اسمه وائل حمزة، ومجموعة أصدقاء تانيين يعني بوجه لهم التحية. برجع بقول لك بنهاية الحلقة أتمنى على الشعب اللبناني أن يذهب إلى الحوار، أن ينبذ العنف، أن يتسلح بالمحبة. ولازم نربي ولادنا وين ما نروح نقول للناس ما تعملوا حرب، روحوا على السلام، عدوا على الطاولة، نتفوا بعضكم، نتفوا شعر بعضكم، خزقوا تياب بعضكم على الطاولة، وظهروا أحباب. ما في شي بيستاهل نعمل مشكلة عليه. لا فينا نزيح جبل صنين وناخده معنا، ولا فينا نحط البحر بجيبتنا، صح. ولا فينا نقول انه الأرزات لحدا مش لحدا تاني، ولا فينا نقول هالبلد العظيم ملكي او مش ملكك. ما حدا عنده وكالة من الله بملكية هذا. هيدا البلد لنا وبتساعنا كلنا. انتبهوا، بتساعنا كلنا. الحرب دمرتنا، لا بقى تروح على الحرب. خلوكم عم تغيروا لفيروز. شو يعني بالنسبة لإلك؟ الحسرة والدمعة وقت تفقدي أمك. ممكن تفقدي العالم ما تخسري، بس بتخسري وقت تفقدي أمك. البي سلطة والقوة، الأم الدنيا أم مش شي تاني. أنا فقدت أمي بشعر بحسرة، وإذا بقلك بالصدق أنه وقت اللي ماتت ما تأثرت. لبعد 10 أيام لو عيت أنه أمي ماتت بدأت أشعر أنه فعلا أنا فقدت الطاقة اللي بطل منها على الحياة. لأنه كنت بعتبر هي المرجع، هي الحب. لا حب خارج الأم أبدا. أكيد. نبيل، من بعد كل شي وثقته، شو هي الرسالة الأخيرة اللي بتحب إنه صورك تتركها؟ وهل بتفكر تعمل وثائقي أو كتاب؟ أنا كتير بحب أعمل كتاب، وبحب كتير أكتب قصة حياتي بتفاصيلها على الأرض خلال الحرب ومع السياسيين. عرفتي؟ يعني مثلا في كتير أحداث صارت مع ياسر عرفات، مع ريمون إدي، مع كمال جنبلاط. كمال جنبلاط كان شخصية أبهرتني إلي أنا. كنا نقعد أنا وزملائي، كنا قليل بذاك الوقت، نقعد بالصالون معه نسمع شو عم بيحكي. كان يأكل قدامنا، ما كان في مثل هلأ مرافقين، ما كان في حدا. يعني حتى مع ريمون إدي كنا نفوت الصالون تبعه كبير، نفوت صباح الخير عميد، وتقعدي على جنب تشوفي مين ظاهر وفايت. هلا اذا في شيء كتير خاص كان يسحبوا يقعد بالمكتب. بينما اليوم السياسة صار معه 20-30 مرافق، ما بتلحقي ترفعي كم بدك تسولي، يلا بشدوكي.
يعني اختلفت. سياسيين أيام زمان نوعيتهم كانت أروق وأحلى، عرفتي؟ هدول أنا بحب أعمل هيك، بس أنا ما معي مصاري. كنت كتير شريف بالحرب. يعني برجع بقول لك من هذا المنبر، أتحدى أي سياسي يقول أعطاني مصاري خارج أطار عملي. يعني أنا عايش بس من خلال كاميرتي، مشان هيك ما معي مصاري، بس بحب أعمل كتير. وكان عندي مشروع كتابين جربت كتير، خاصة على الانتفاضة اللي صارت الأخيرة. نعم. في كتير ناس ركبوا الانتفاضة وأنه خلص وعدوني نحن بنعطيك مصاري تعمل كتاب، وأنا قلت لهم خدوا صوري كلها ببلاش، ما بدي مصاري، عملوا كتاب ما حدا بده يعمل. ما حدا. حتى الدولة ما بدها تأرشف الحرب. أنا خضت معركة على أيام الرئيس رفيق الحريري والرئيس نبيل بري، إنه تعالوا يا خيتن نسحب كل شيء فيه صور عن الحرب من الجرايد ومع المصورين، ونعمل مجلدات ونوزعها ببلاش على المدارس لتشوفوا تلاميذ وجيل طالع شو عملت الحرب، يتعلموا السلام. ما حدا بده. نعم، يعني بنتمنى يصير عندك كتاب ونشوف كل صورك إن شاء الله. وبنتمنى الدنيا تخلى من الحروب وتصير صورك بس صور فرح ومهرجانات وعن لبنان الحلو. بشكرك على حلقتنا اليوم وعلى كل الدروس اللي أخذناهم من هالحلقة. بشكرك نبيل إسماعيل. وأنا بشكرك إليك وبشكر عينيك الحلوين. ميرسي كتير نبيل. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بنشوفكن بالحلقة الجاية.